السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة شيرين في المطبخ. النهاردة هنعمل يا جماعة حلويات المطبخ ومعها ممبار بطريقة شيرين في المطبخ، بطريقة سهلة خالص ومبسطة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم في قناة شيرين في المطبخ. النهاردة الحلقة بتاعتنا يا جماعة مختلفة زي ما أنا معودتكم معايا. النهاردة هنعمل بقى إيه؟ حلويات المطبخ بقى، هنعمل ممبار بقى، وإيه بقى هيبقى يوم النهاردة جبار. تمام. ما تنسيش تشوفوا الفيديو للآخر وما تبخليش عليا باللايك. أنا ما بشوفش لايكات يا جماعة، وأنا إيه مش عاجبكم ولا إيه في الأكل بتاعي؟ الأكل بتاعي مش عاجبكم ولا إيه؟ دلوقتي انا معايا ميه مغليه. تمام. هنبدا نحط ايه الحاجات بتاعتنا. انا طبعا بتروحي عندي الجزار بيجيبي حلويات المذبح اللي هي الفشه والكرشه واللسان والطحال والكلام ده. معايا كل ده انا هسلقه مع بعضيه. تمام. انا ما جبتش كرشه ولسان والكلام دوت، جبت كل حاجه ما عدا الكرشه، انا مش بحب الكرشه. تمام. هنبدا نسلق الايه كل الحاجات دي كده مع بعضيها. انا طبعا غسلها كويس بميه وملح وخل والكلام ده اهوت. تمام. وهتبداي دلوقتي بايه؟ بعد الميه بتاعتك لما تغلي تبداي زي ما انتم شايفين الخطوات بتاعتي معاكم. دلوقتي اللهم صل عليك يا نبي، اذكروا ربنا يا جماعه، اذكروا ربنا على قد ما تقدروا. دلوقتي معايا طماطمايه ماشي، هنقطعها كده زي انتم ما شايفين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهوت. المرة دي انا عاملاها بطريقة مختلفة، انا مكنتش بعملها كده بس ده جديد برضو. معايا جزراية. تمام. هنحط جزراية تاني عشان تدي تسكيرة كده للاكل بتاعنا اهوت. ومعايا اللهم صل على النبي معايا بصلاية محترمة كده، هنقطعها بردك ايه 4/4 اهوت كده. اللهم صل عليك يا نبي. وهنبدأ نحط ايه، ما تقلقوش هنحط حبهان. تمام. كم واحدة حبهان كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. هتبدأ تحطي البهارات بتاعتك. هنبدأ نحط شوية فلفل اسود، لو عندك حب حلو قوي الفلفل ده انا طحناه. تمام. هنحط شوية ورق لورا اهوت. تمام. وهنسيب الحاجات دي كلها كده تتفاعل وتعيش حياتها كده مع نفسها. طبعا هي انت لما بتيجي تستوي وبتيجي بتحمريها والكلام ده اهوت ليها توابل برضك. هنبدأ نحط الايه التوابل بتاعتنا. دلوقتي احنا هنسيبها كده. تمام. هتعيش حياتها مع نفسها ماشي. هنغطي كده عليها تتفاعل مع نفسها. دلوقتي احنا معانا بقى هنعمل الممبار بتاعنا. تمام. معايا دلوقتي نص كيلو ممبار اللي انت عايزاه. انا بجيبه متنضف وبعيد عليه التنظيف بتاعه تاني. تمام. معايا اللهم صل على النبي. في ناس يا جماعه بتعمل الممبار بتضرب الطماطم في الخلاط، بتعمل زي المحشي بالظبط بس ني في ني. يعني بتضرب الطماطم نيه مع البصل مع الخضره والكلام ده اهو. تمام. لا انا ما بعملوش كده. انا بجيب بقى التوابل الحاجات بتاعتي اهيت. بجيب مثلا بتاع 5-6 بصلات حلوين كده. بجيب بتاع كيلو قوطه. تمام. ومعايا الخضره بتاعتي مغسوله وحطها في المصفى بتاعتها اهيت. تمام. ومعايا علبه صلصه. ويلا بينا هنشوف الخطوات هنعملها ازاي. يلا بينا هنقل لكم الكاميرا ونشوف احنا هنعمل ايه. بصوا بقى يا حبايبي انا رجعت لكم تاني عشان نبدا نشوف احنا هنعمل مع بعضنا ايه. بصوا يا جماعه انا جايبه نص كيلو رز، نص كيلو ممبار. تمام. انا بحط الرز بتاعي بالبركه بتاعت ربنا، يعني ايديا ميزاني. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
طب احنا محضرين حاجتنا كلها، هنبدأ نقطع الايه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنبدأ الاكل اتبطر والله ورايا الحمد لله. دلوقتي احنا معانا الرز، انا طبعا ايدي مزاني زي ما انا قلت لكم، ومعايا الطماطم بتاعتنا. هنبدأ نقطع بقى الايه الطماطم بتاعتنا. تمام كده، حلقات كده صغيرة خالص، على قد ما تقدري قطعي الايه الطماطم كده بايديكي. الكلام ده هو كده. طبعا انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا بحاول اوريكم انا يعني انا بعمل ايه اهوت. وكل واحد ليه طريقه في الاكل بتاعه، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. تمام، اكنك بتاكليه بتاع المصامت. تمام، احنا كده قطعنا طماطمايه. هوريكم البصل عشان ايه، عشان اسيبكم واقطع الكلام ده كله مع بعضينا، مع نفسي يعني، ما تاخدوش على كلامي انا، ساعات كده بيبقى الكلام معايا رايح في حته تانية يعني. بنقطع كده البصلايه. تمام اهي ماشي. دلوقتي هخلص كل الاشياء دهيت والطبق بتاعي ده كله. تمام، هقطع واحده تاني عشان تشوفوني اهي. بقطعها كده حلقات صغيره خالص اهي. تقعدوا تقطعوا بقى ايه وتسرحوا كده وتفتكروا كل حاجه واذكروا ربنا. يا ريتكم يعني تسرحوا كده في ايه، في ملكوت الله. سيبكم بقى من ايه شكاوي الدنيا واللي فيها والكلام ده. ارموا حملكم على ربنا. انت تريدي وانا اريد والله يفعل ما يريد. تمام، يعني انت بتدبري كل حاجه وربنا صاحب الايه، صاحب التدبير. كل حاجه خليها على ربنا، اعملي اللي عليكي وتوكلي عليه. طبعا بقطع كده على قد ما تقدري، صغري عشان لما تيجي تدخليها في الفتحه بتاعت الممبار ما تتعبكيش. تمام، وكل ده هتاكلي بقى مني احلى ممبار. تمام، ما تبخليش عليا باللايك والتعليق اللي انا ما بقتش اشوفه. وما تنسيش الاشتراك لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي. لو انت متابعاني ما تبخليش عليا باللايك يا بخيله. ماشي، انت تتفرجي عليا وخلاص. هخلص الحاجات بتاعتي دي كلها وارجع لكم تاني نشوف احنا هنعمل ايه. رجعت لكم تاني بعد ما قطعت كل حاجه وهقلبها كده. طبعا انت بتغسلي ايدك وانت عارفه نظافتك الشخصيه. طبعا انت اكلك دهوت عيالك هما اللي هياكلوه. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الخضره بتاعتنا اهيت، شويه خضره كده حلوين. تمام، وبعد كده هنبدا نحط التوابل ايه، هنبدا نحط التوابل بتاعتنا. هنحط شويه زيت كده محترمين. الزيت ده هو اللي بيفلفل لنا الاكل. تمام، ونحط ايه بقى يا حلوه، ما تنسيش عليا باللايك. شويه فلفل كده. تمام، السبع بهارات بتاعتك اهوت شويه حلوين برضو. تمام، اللهم صل عليك يا نبي. شويه حبهان حلوين برضو. هنبدا نحط الملح بتاعنا. يبقى احنا زي احنا ما قلنا، رجعت لكم تاني عشان في حاجات انا ما جبتهاش، قلت عشان ايه اجيبها. حطينا هنا فلفل اسود، وحطينا حبهان، وحطينا شويه السبع بهارات. هنحط شويه كمون. تمام، وهنحط شويه اللهم صل على النبي شويه كزبره ناشفه بتدي ريحه حلوه قوي قوي. تمام، وهنحط شويه شطه. انا مش هكتر عشان انا عندي اياد. تمام، ونحط شويه ملح. طبعا انت بتبقى عارفه مقدار
الاكل بتاعك. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى الخطوه اللي احنا هنحطها، هنحط هنا صلصه. هنحط كده، انا عن نفسي بحط برطمان صلصه مع الطماطم. تمام. بس هما كده يعني هحط كمان معلقتين عشان دي كانت نص البطرمان، ده كان نص البطرمان. هنحط بردك معلقتين ايه، معلقتين تاني البطرمان التاني اهوت. انا بالنسبه لي كده كويس. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسيش يا جماعه اللايك يا جماعه، يا اللي بتنفضوا، يا اللي بتنفضوا. انتوا ما تعرفوش انا بتعب قد ايه لما بعمل الفيديو ده. هو يعني انا مش طالبه منك كتير، انا طالبه بس منك تعملي لي لايك بس. هنبدا بقى الايه الحاجات الحلوه دي كلها كده. الريحه ايه مش قادره اقول لكم مع الجميل. بصوا بقى، النبي بيحب البساطه. تمام. هنبدا بقى نحط كده بايه، بايدينا كده، نخلي الحاجات دي تندمج في بعضيها وتشرب كده من الحاجات كده، والتوابل والزيت والكلام ده. هوت مش قادره اقول لكم يعني الريحه من قبل ما احطها عامله ازاي. لو عندك شويه نعناع ناشف تمام، مش عايزه خلاص بهاراتك اللي عندك في البيت اتعاملي وحطي. دي حاجتك وده مطبخك وده اكلك ودي عيالك، بتعملي الاكل ده بالحب. حبك لعيالك بتعملي في اكلك بيبان في الاكل وحياة ربنا. يعني مقدار حبك لعيالك ولبيتك بيبان في اكلك ليه، في تقديمه يعني. اهو شمين الريحه، قولوا لي شمين. بصوا شوفوا الطماطم عامله ازاي والاكل. والله الطبق يدرس من قبل محشي الايه الممبار بتاعه. اهو الطبق يدرس. بصوا شكله، عشان مش بحب يبقى الزروطه دي هشرب في ايدي. وهنبدا نعمل ايه بقى يا فوزيه، شايفاكي وانت قاعده مندمجه. نمسح كده الحاجات بتاعتنا. خليكي كده ايه اول باول كده نضفي حواليكي عشان متحسيش بلخبطه وتعبانه كده زي حالتي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا دلوقتي الممبار بتاعنا، هنبدا نحشي. تمام. هنبدا نحشي الممبار بتاعنا. طبعا انا غسلته بعد ما انا ايه اشتريته. تمام. انا طبعا انا ما بعرفش احشي غير كده اهو كده، بس ما نملاش قوي. تمام. عشان ما يفرقعش مننا فين في وهو بيستوي تمام. انا ما بعرفش ادوق اكل يا جماعه، يعني دي مشكلتي، مش بعرف ادوق اكل. انا بحط اكلي بالبركه، بس الحمد لله عمري ما عملت اكل وطلع حادق. يعني لو ناقصه ملح تمام، يطلع حادق لا. ما هو لو طلع حادق هيتمر في الناس، بس للاسف ما بيطلعش حادق، عشان كده الناس ما بتمرش فيها اللي انا معشريها. وهنرجع تاني لموضوعنا وموضوع البومبار. تمام. وقولوا لي الله ينور عليكي يا شيرين. بصوا بقى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. دايما نذكروا كده اكلكم يبقى فيه البركه، والله اكلكم يبقى فيه البركه وعيشكم تبقى فيها بركه. احنا البومبار بتاعنا اهوت بططيه كده عشان الرز هينفخ. تمام. اهوت نبدا نعمل واحده تانية. وزبوني بقى انا بقى ايه مع نفسي. طبعا انا بقطع الممبار ده بيطلع حته واحده، انت بتقطعيه اللي انت عاوزاه. عايزاه طويل لا مؤاخذه، عايزاه قصير
فهماني؟ براحتكم انتوا على حسب التقطيعة اللي انتوا ايه اللي انتوا حابينها. تمام. بصوا اهوت اهيت، لازم تعمليه كده، هو هيملي اهوت. تمام. نعمل واحدة تاني واسيبكم، والله ما قادرة اسيبكم. والله يا جماعة أنا ببقى مبسوطة جدا، بيبقى جوايا كده انبساط، وأقسم بالله أتحاسب عليه، اللي أنا ببقى مبسوطة جدا لما بعمل فيديو، بس بلاقي التفاعلات بسيطة وضعيفة، بتضايق بأحبط. شجعوني يا جماعة، يا جماعة شجعوني، عندي القناة مش راضية تتفعل، أقسم بالله ما راضية تتفعل. أنا مش عايزة الشركة هتبعتلي إنذارات بعدم تفاعل المشاهد. انتوا يرضيكم التعب اللي انا فيه ده كله في الاخر القناه ما تتفعلش؟ حرام ولا لا يعني؟ هزعل منكم والله، هزعل منكم، وانا ما اقدرش ازعل منكم، انتوا صحابي واخواتي واهلي. انا اكني بتكلم والله يا جماعه مع نفسي، اقسم بالله انا ببقى مبسوطه جدا جدا جدا، واملي في ربنا كبير جدا ان القناه بتاعتي تتفعل في يوم من الايام. الحمد لله اهوت. اسيبكم بقى اعمل العمايل بتاعتي وارجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني. تمام. عشان نسلق مع بعضينا الايه الممبار بتاعنا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملت لي لايك ولا لا؟ هنقطع بصلايه. تمام كده، وهنحط ورق لورا صحيح، نحط واحدتين كده. تمام. وهنحط شويه فلفل اهوت، مش كتير عشان احنا مبهرين الحاجه. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط شويه كمون. تمام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنحط واحدتين حبهان كده. تمام. وهنحط كمان واحدتين طماطم اهيت، هنقطعهم بردك اتنين. يبقى احنا حطينا ايه؟ حطينا ورق لورا صحيح، حطينا بصلايه، حطينا حبهان، شويه فلفل اسود لو عندك حبهان كمان. تمام. وهنحط دلوقتي شويه ملح، وقطعنا طماطمايه، نظبط الملح كده. تمام. وهنحط اللهم صل عليك يا نبي، هنحط معلقه ايه صلصه مش كبيره، بس تغير اللون الايه الميه. تمام اهوت. وكده هنبدا ايه هننزل الاشياء بتاعتنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا يا جماعه، هو الحاجات دي سهله جدا بس بتاخد وقت في الحشو بتاعها. هنبدا نحط الممبار بتاعنا اهوت، وانت بتحطيه سويه كده. بصوا سووه كده كده من الرز، نزلوش في الرز، وبعدين اعملوا كده تاني كده كده، نزلوا منه الرز زياده اهوت. بعدين حطيه بتدويره، ما تحطوش مستقيم كده. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، خلوا اكلكم يبقى فيه البركه والخير في البيت. اشيل الطبق بقى لا يسيح من النار. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.
طبعا احنا لسه الحلويات بتاعتنا لسه ما خلصتش، هي بتاخد وقت. تمام، هي بتاخد لها بتاع حوالي ساعتين كده على البوتاجاز، يعني عقبال ما الممبار بتاعنا يستوي وكده نشوف الدنيا فيها ايه معاه. تمام. حاولوا كده تبططوا الممبار وانتوا بتحطوه، ماشي. عيدوا عليه التبطينه تاني عشان ما يفرقعش منك في الحله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متنسوش التعليق بتاعك ولا الكومنت بتاعك كده، شجعوني يا جماعه، يا جماعه شجعوني يا جماعه. ده انا ببقى مبسوطه وانا بعمل لكم الحاجه. ليه بتزعلوني منكم بعدم التفاعل معايا؟ ليه؟ هو اول ما بينزل الممبار في الميه السخنه بتلاقوه اصلا انكمش ولم نفسه، اما زي الواحد اللي بيقعد يبعبع يبعبع وما يلاقي واحد اقوى منه تلاقيه اتلمع. بصوا اهو، تعالوا اوريكم اهو، بصوا اهو، بصوا بينكمش، بصوا اهو، بصوا عامل ازاي بيبدا ايه. المهم اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول ما هيستوي هنعرف ازاي بيستوي. تطلعي واحده كده بتاع بعد حوالي نص ساعه وتطلعيها في طبق، وحاولي تدوسي على الايه، على الفتحه بتاعتها اللي هي دهيت، ماشي. وطلعي منه كده الرز، شوفيه استوى ولا لا. تمام، انت بتعرفي السواه من هذا القبيل. اول ما هيستوي هرجع لكم تاني اوريكم هنعمل ايه. حبايبي رجعت لكم تاني وادي الاكل بتاعنا. طبعا احنا بنقطعهم التقطيعه اللي احنا ايه عايزين نقطعها. طلعناها تبرد وحطينا معلقتين سمنه على النار. تمام، والزيت بتاعنا دخلناه، وادي الممبار بردك بتاعنا. تمام، هنبدا نحمره. الممبار يا جماعه ما تيجوا تحمروه ما تحمروهوش كله، حطوا في علبه. تمام، وحطوه في التلاجة. طلعوا اقلوا على قد ما ايه ما انتوا عاوزين، يعني اعملوا على قدكم. دلوقتي هنا اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. دلوقتي الحاجات بتاعتنا هي على النار. تمام، وكل اكلنا مستوي. مقطعين بصلتين جوليان وقرن فلفل حراق. تمام، كل الحاجات دي كده مع بعضيها. هنبدأ نحط شوية فلفل اسود وشوية ملح بس. هي فيها فرق بهاراتها ومستوية بالايه بالبهارات بتاعتها وكل حاجتها. تمام، هنظبط بقى كده الدنيا. الموضوع سهل خالص بس في نفس الوقت متعب. تمام، مكان الترويق والتقديم والكلام ده هو بياخد ايه دوشه. انتوا هتشتروا شوفوا الطبق ده بكام وزي اللي انتوا بردك ايه هتاكلوا وتشبعوا منه. عشان احنا بنعمله بنظافتنا، ناخد نظافه بيتنا. وكلي واكلي عيالك. تمام، هتشتروا الموضوع ده وشوفوا بفلوس قد ايه اهوت. موضوع سهل خالص بس ايه بياخد وقت شويه يعني عقبال ما تستوي والكلام ده. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي على قد ما تقدروا، صلوا على النبي.
احنا بس هندبل البصله بتاعتنا بالفلفل، وبعد كده هنقفل ايه، هنقفل عليها وهنبدا ايه الممبار بتاعنا احنا كده هنطلعه. الممبار بتاعنا كده احنا هنطلعه كده، كفايه عليه. طلعوا على قد ما انتوا هتاكلوا عشان يبقى الاكل ايه سخن. وهنا هننقل بس الايه، هننقل الحاجات بتاعتنا هوريكم. مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي، الاكل بتاعنا عامل ازاي. هندبل بس البصلايه شويه وكده الاكله بتاعتنا خلصت. تمام. الناس اللي بتحب الاكلات بتاعت المذبح سهل خالص اهي، انك تشتريها من بره هي سهله خالص، بس هي بتاخد وقت بس في السوا والكلام ده اهو. هخلصها وارجع للتقديم اوريكم احنا عملنا ايه. حبايبي ادي الاكل بتاعنا اهوت، وادي الجمال وادي الحاجات. بصوا الطبق عامل ازاي، بصوا والله كاميرا ظلمه، والله الاكل بيتحدث عن نفسه اهوت. بصوا نهار لما تيجي تاكلي الاكل دهيت في اي مطعم ولا انت هتشتريها بكام؟ هتشتريها بكام؟ ادينا عملناها بطريقه مبسطه وسهله خالص مما لا تتخيلوها. ماشي، جربوا الطريقه بتاعتي دي هتعجبكم. ودي كانت الحلقه بتاعتي النهارده، يا رب اكون عند حسن ظنكم يا جماعه. ما تبخلوش عليا باللايك. انا ما بصور يا جماعه او اي حد بيصور فيديو عشان اقدمه ليكم، تمام، انا بنتعب جدا 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 في تقديم الحاجه دهيت عشان توصل لحضراتكم. يعني عشان الطبق ده يوصل لك بطريقه مبسطه، انا مش قادره اقول لك كواليس ورا الكاميرا ايه. فاهمين الكلام؟ يا رب اكون عند حسن ظنكم وتفضلوا معايا. تمام. كان نفسي اقول لكم اتفضلوا معايا واتشرفت بيكم. ما تنسيش عليا، ما تنسيش تبخليش عليا باللايك، ولو انت اول مره تشوفي القناه ما تنسيش وما تبخليش عليا بالاشتراك. وشرفتوني ونورتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.